النجوم رابع العالم، المنتخب المغربي المصنف الثاني عشر على مستوى العالم، الكثير والكثير. وادي عرضية، اسماعيل يا اسماعيل، اسماعيل سيباري يضع اسمه على لافتة التاريخ، على أول صفحات التاريخ، أول من يسجل في ملعب الأمير مولاي عبد الله بعد الافتتاح الجديد. التاريخ سيذكر الخامس من هذا الشهر، الخامس من سبتمبر 2025. إسماعيل سجل الأول في هذا الملعب لأسود الأطلس. شوف الجملة، شوف اللمسات، شوف التمريرة. عيني عيني على الأولاد، عيني عيني على الأولاد. شوف يوسف، شوف يوسف، شوف بالعمري حطها بالدقة يا عيني. إيه لإسماعيل سيباري ليزور مرمى النيجر للمرة الثانية كما فعل في المباراة الماضية. عاد مرة أخرى بطريقة مختلفة، لكن النتيجة واحدة، الهدف يسجل لأسود الأطلس. المغرب تتقدم بهدف يقربهم للمونديال. لاعبين، لأن مباراة تأتي في بداية موسم، لذلك دكة البدلاء سيكون لها دور كبير. وهذه عرضية تلعب، الله، مزيان بالزاف، مزيان يا اسماعيل سيباري يسجل الثاني في ليلة تاريخية لإسماعيل. مرة أخرى يزور مرمى النيجر، يسجل الثاني لمصلحة أسود الأطلس. سعادة كبيرة في المدرجات وانتصار رائع، وهدفين ولا أجمل لأسود الأطلس في شوط أول لم يقدموا فيه العرض الخيالي، لكن الأهداف كانت حاضرة. شوف أشرف حكيمي حطها. قيمة اللاعب الكبير، قيمة البلندوري. أشرف حطها لإسماعيل. الأطراف خيالية، الأطراف تطير بأسود الأطلس. هنا في ملعب الأمير مولاي عبد الله، هنا الأطراف يوسف العمري في المرة الأولى، وفي المرة الثانية من الجهة اليمنى أشرف حكيمي، والتوقيع واحد. إسماعيل سيباري يسجل الثاني لمصلحة أسود الأطلس. عالم بكل تأكيد في القارة الأفريقية سيكون الضغط كبير على اللاعبين، لكن هذه محاولة جول. أيوب يا أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر طويل، أيوب الكعبي يسجل. أيوب لم يستسلم، لم يظهر في الشوط الأول بالشكل المطلوب، لكن مع بداية الشوط الثاني يسجل بدون مشاكل. يسجل أيوب الثالث، الهدف الثالث يسجل ليطمئن المنتخب المغربي على النقاط الثلاث في مباراة أصبحت الآن احتفالية بالتأهل إلى المونديال في مرمى النيجر. سجل الأول والثاني من الكرات العرضية، وجاء الثالث بنفس الطريقة من مسافة أقرب، لكنه عن طريق نفس اللاعب يوسف العمري اللي يقدم مباراة غير عادية ويصنع الأهداف. وهذا الثالث يأتي من أيوب بعد طول انتظار وبعد صبر أيوب لم ينفذ، لذلك تواجد في المكان المناسب وسجل من خلالها بلال الخنوس. ما زال أناحي أيضا موجود في دكة البدلاء. عرضية تلعب على القائم الثاني عالية ورأسية، والرابع بالرؤوس يا حمزة، بالرؤوس في أول لمسة. حمزة إكمان يكمل ما بدأه البقية، ما بدأه إسماعيل وأيوب
يكمله حمزة إكمان ويسجل في هدف إن جاء بالرؤوس من نايف أكراد، وضعها على رأس زميله حمزة إكمان ليسجل من أول لمسة الرابع يأتي لمنتخب أسود الأطلس، لمنتخب المغرب. شوف الرأسية، شوف وضعها، حطها أمام حمزة في الشباك. الرابع يأتي عن طريق البديل حمزة إكمان ليكمل ما بدأه إسماعيل وأيوب الكعبي ويسجل الهدف الرابع. لقطة جميلة ودكة بدلاء غنية، لذلك منتخب المغرب مرشح فوق العادة في أرضه تعود مقطوعة في مكان، فرصة الخامس، تسديدة أنوحي، جول! عز الدين أنوحي يسجل الخامس. خمسة وخميسة على الأولاد، 5 وخميسة على أسود الأطلس. الله الله الله، خماسية في مرمى النيجر تنقل أسود الأطلس للمونديال. 5 أهداف رائعة، والأروع يأتي عن طريق عز الدين أناحي بعد أن دخل إلى ملعب المباراة من دكة البدلاء ليسجل هدفا رائعا بتسديده. اللاعب اللي لفت أنظار العالم في مونديال قطر يستمر في العطاء، ينتقل إلى جيرونا اللي يلعب في الليغا. اللاعب اللي أذهلت مهاراته لويس إنريكي والبقية من أفضل المدربين على مستوى العالم، كانوا يتحدثون بإعجاب كبير فيما يقدمه عز الدين أناحي.